كويس انك جيت دلوقتي. خير، في ايه؟ كنت عايزة فلوس علشان اجيب طلبات للبيت واكشف لابنك تعبان واجيب له بامبرز. هو انت كل ما تشوفي خلقتي تقول عايزه فلوس فلوس؟ انا قربت اسيب لكم البيت واطفش. انا هسيب لكم البيت وامشي. طيب استنى، انت رايح فين؟ يا ربي. خير يا ابني، في ايه؟ قلب وشك ليه كده على الصبح؟ والله الواحد زهق يا حاج، مفيش مرة ادخل البيت الا ما مراتي تقول لي مرة عايزة اجيب علاج، مرة عايزة اجيب بامبرز للواد، مرة الواد تعبان عايز يكشف. كل شوية هات 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 لحد ما انا تعبت وزهقت. الواحد مش عارف يوفر له 5-6 آلاف جنيه والله يا حاج، مش عارف اعمل ايه. يا ريتني ما اتجوزت ولا اتنيلت على دماغي. قطعوا الجواز على اللي عايزين يتجوزوه، ما انا كنت مرتاح وانا لوحدي. طب اهدى كده يا ابني واستهدى بالله. لا اله الا الله. هو انت فاكر يا ابني ان مصاريف البيت والعيال والبامبرز والعلاج وكل المصاريف دي لو انت ما كنتش اتجوزت كان هتفضل معاك؟ ايوه طبعا يا حاج. لا طبعا يا ابني، انت غلبان ومش عارف حاجة. انت ما تعرفش ان المعونة على قدر المعونة. معناه ايه الكلام ده يا حاج؟ يعني يا ابني يا حبيبي، انت لا بتجيب ولا بتودي، انت مجرد وسيلة بتوصل الارزاق الى اهلها. بيك انت بقى من غيرك الارزاق كده كده هتوصل لهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى اعطاك شرف السعي على نفسك وعلى اهلك. لكن يا ابني كتير غيرك معاه لكن مش قد المسؤولية. قول الحمد لله يا ابني على النعمة اللي انت فيها، وما تتبطرش ابدا على النعمة. ربنا هيرزقك ويوسع عليك طول ما بتحمد ربنا وتشكره. الحمد لله يا حاج على كل حال. وانا دلوقتي فهمت خلاص. اروح بقى اشوف ابنك ده تعبان اكشف له. وبكده يا اصحابي يكون الفيديو خلص. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات علشان كلنا ناخد ثواب. وما تنسوش كمان تدعوا لأهلنا في غزة.